السلام عليكم، مساء الخير يا جاهزية. ربنا ينصركم ويسدد رميكم المنصورين بإذن الله تعالى. ربنا يرحم الغايد اندرية وكل الشهداء. صراحة الناس اتكلمت كلام ضافي عن موضوع استهداف الغادة، وصراحة لأنه الموضوع خطير جدا جدا. زي ما يتحدثوا أبو محمد وهنغاري والشباب ديل، إنه المفروض يكون في، يعني حتى الغايد لو ماشي الناس ما تستخدم العفوية الشديدة، لأنه الناس ديل يعني بيرصدوك دي مدار الاثنين ثلاثة، وبيرصدك منو؟ بيرصدك المواطن اللي انت حايم معاه، بتوفر له الوقود، بتوفر. ده كلام فارغ ساكت. انا بشوفه والله، شوفوا استهداف الغادة من العمل اللي انتوا بتعملوه، انتوا الاشاوس اللي بتعملوها دي. الان الموضوع موضوع حسم، موضوع انت الان في حرب. وانا قاعده اقول الكلام ده، ما ممكن انت يعني في خراب وفي دمار شغال وانت تقعد تصلح. ده ما وقت اصلاح ولا وقت. انت هسه الجيش ده الناس المناصرين وبيدوا الاحداثيات وبيجيبوا الاحداثي عنكم، سواء كان في دارفور او في الجزيره او في الشماليه او في غيره. الناس دي اللي انتوا قاعدين يدوكم شنو؟ قاعدين يقدموا لكم شنو كمساعدات كده؟ قاعدين يحافظوا على ارواحكم انتوا؟ مستحيل. والله شوف الشعب السوداني ده مين الله خلقه. شفت الله يكرمكم زي الحمار ما بيمشي الا والعصا معه. شوفوا العفويه دي لو ما خليتوها والانسانيه الفايضه دي، انت بتقاتل معناها هنا الانسانيه ما في انسانيه. تقاتل لاخر نفس. الجيش ده ليه ما حافظ على المواطنين؟ انتوا ليه ما سالتوا روحكم السؤال ده؟ ليه الجيش ده محمى المواطنين؟ وليه رغم انه بيقذفهم بالطيران، مجوعهم، مشردهم من بيوتهم، عامل فيهم السبعه وذمتها، ده كله عامله الجيش بالمناسبه، وعاجبهم عاجبهم ورضيانين به. مطلعينك انت مغتصب، مطلعينك انت حرامي، مطلعينك انت جنجبيت، مطلعينك انت ما سوداني حتى. يا اخي مالكم بالشعب ده؟ خلوه. انتوا ما ملايكة، مش نحن في حرب؟ فلتقوم القيامة تحت الحرب. نحن ما دارين اي، لا تمشي لبير معطلة، لا قصر، لا تفاصيل، لا غيره. يا اخي انت في حرب. انا بتمنى انه الناس اللي قاعدين شغالين ظواهر سالبة في الخرطوم وفي التفاصيل وفي الحتات دي يمشي الشمالية، يمشي غير. والشعب السوداني ده، شوف المواطن السوداني ده اجلدون جلد بسيطان، اصلا ما ترحمون. والله الناس زي ما خوفتون خوف، اقسم بالله العظيم والله تعضوا اصبع الندم. والله هم ديل القشه. شفتوا القسم الزهر البعيد؟ حيكون المواطن هو القشه التي قسم الزهر الدعم السريع. وكلامي ده يوم من الايام حتلقوه حقيقه. يا اخي ما ممكن يا اخي شغالين ظواهر سالبه، شغالين مساعي حميده، شغالين كساء، غذاء، اكل، سلاح، ضرب. ده ليه لكن يا اخي انت ركز في حاجه، ركز في حاجه عشان ما تشتت مجهودك. انت الان بتقاتل من اجل منه؟ ما تقول من اجل الشعب. انت قلت الحرب دي فرضت عليك، وانت بتقاتل عشان تحافظ على نفسك. الشعب ده مش قال داير الجيش وهو تبع الجيش؟ فليذهب الشعب والجيش الى الجحيم. والله العظيم والله شوفوا الانسانيه دي ما تنفع. يا اخي ده هسي بدي احداثي، هو قاعد في اتجاه سنار، قال لكم في اسمها شنو، آه آه مدرعه، وفي عربات جايات. وانا هسي وريتكم نحن كمواطنين اتجاه سنار، حتى قريه اسمها شنو كده ما بعرف. قبل شويه الكلام ده انا سمعته في جروب، انه بدي احداثي للجيش. يا جيش انه نحن القريه الفلانيه اديناكم الكلام ده، وانتوا بعد ده تعالوا نفذوا. ده اللي انتوا بتمشي تجيب له وقود للبابور بتاعه، بيشغل له المحطه بتاعته، هو ده اطلع ابو اهله قدام نوم الجيش. ما هو الشعب ده ما بيمشي الا يتطلع ابو اهله بعد ذاك عشان يمشي معاك كويس. اصلا ما ترحموهم، ما تقدم لهم خدمه. دي شفت لما تطلع روحهم بعد ذاك، شفت زي الكلاب بعد ذاك تقودوا. اصلا الشعب السوداني ده جبل على الاستغلال على التهميش وعلى الحاجات دي. عشان كده ما ينفع اصلا، ده ما وقته ولا وقت تقدم له اي خدمه. خليه زيد ويطلع المواطن ده. اصلا ما تقول انت مش بتحارب بتغاتل الجيش، مش هم مقتنعين بالجيش؟ خلي الجيش ده يجي ينفعهم ولا يرفعهم. خلي الجيش ده يوقف منهم طيران. خلي الجيش ده يجي يرفع منهم القاعد يحصل ده. الجيش مش هم قالوا الجيش وراضين بالجيش، ولما انت تجي لهم ماشي بارتكاز بيحسب عرباتك بيجند فيك الشعب السوداني ده. يا اخي ده هسي برضه في الفاشر قال له يا اخي انتوا ناس المشتركه الليله الطيران الجي دق الفاشر ده، دق المواطنين ما دق ولا جنجويتي واحد.
وينه؟ انت لا مرضي بيك، لا في وسط السودان، لا في شرق السودان، لا في غرب السودان، لا في اي منطقه. انت داير تحكم وداير تبقى زول مسؤول وداير تطلع البلد دي لبر الامان. اجلدهم كلهم مواطنين، كلهم فلول، الشعب السوداني ده كله فلول. هل يمسي يجي زول في بيت من بيوت الشوارع السودانيه، وحتى على مستوى الدعم السريع يقول في واحد ما كان مؤتمر وطني؟ يا جماعة الله يرضى عليكم، العقلية الوسخانة دي على ما تتغسل انت ضحي، زي ما قال هو ضحي بهم، مالك ماله ما تقدم لهم، خليهم اللي يجوعوا. مش قالوا شعب واحد وجيش واحد؟ خلي الجيش ده اللي يديهم ورود. اصلا ما تتعاطفوا مع المواطنين ديل، اطلعوا علينا من موضوع المواطنين ديل، موضوع الظواهر السالبة خليها تمشي بظواهر سالبة. وهناك قاعد اخطط لك الان في جنيف اللي بيحصل شنو انت عارف؟ في تسجيل انتوا سمعتوه، انه الناس ديل عملوا تسجيل فيديوهات موثقة، جابوا اجانب على اساس انه يثبتوا لك الجرائم بتاعت الاغتصاب، بتاعت انه الدعم السريع اغتصب. هو دائما انت عارف هو بيقول لك بل الحل في البل، الحل في البل في شنو؟ انت ما عارف الزول ده عنده حاجات ممكن يصلها باخبث الطرق، وممكن يتفوق عليك. تطلعوا ابو اهل مخليهم يمشوا لله، اصلا ما ترحموا. لا تقول لي مواطن لازم تطيل، انت ما مرحب بك في اي موقع من المواقع مهما قدمت ومهما عملت. عشان كده انت خلي الفوضى دي تعم السودان ده كله، خليها. شفت لما تصفى يا صفة عديل كمان مشت للاخر كلهم. لكن اللي بيحصل ده ما بيرضي انسان. يا اخي مواطنين يمشوا يطلعوا عليهم، يحفروا لهم ابار، يجيبوا لهم مويه، يجيبوا لنا يدلعوا فيهم، بعد ده اديهم قفات. والله العظيم هم ديل اللي جبتهم ديل ذاته يصوروك يرفعوك للجيش. يا اخي ديل كلاب، ديل لا الله لا جاب باقيون. يا اخي ديل ما شعبي، انت ذاته تحترم ما احترامي ليكم في اي محل، في اي محل. عشان كده شفت زمان الناس زي قال كلبك لو داير يتبعك جوعه. عشان كده ديل شفت الحنيه والحاجات والمثاليه فيهم ما تنفع البتة. ديل شفت تعاملهم، بس شفت بالرسع. العمايل الجيش دي انت عاملها افظع منهم. انت رافعين فيك تقارير، رافعين فيك مصايب ما انزل الله بها من سلطان. هي بتصلح، اللي بتصلح فيه ده ما في زول شايفه لك، ولا المجتمع الدولي شايفه لك، ولا زفتين شايفه لك. عشان كده علي وعلى اعدائي يا زول الرهيفه التنقد. والله الناس دي خلي السودان ضمي يتصاط ويتجات، وناس قاعدين في درمان وفي الخرطوم وشنو ما بعرف ظواهر سالبه وتفاصيل وكيس ما بعرف شنو، وبيتقدموا في الحاجات دي. الناس دي تركب العربات دي تمشي الشمال ده، تمشي الشمال ده، تطلع ابو اهل الشمال ده بعد ذاك. عشان لانه والله الحرب دي لو استمرت بنفس الطريقه دي وبنفس الناس دي بيبحثوا الاداه الحاجات اللي بيشتروا بين المواد التموينيه والتفاصيل دي، لو اشتريتوا بهم اعداد عسكريه اديتوا حوافز للعساكر دي، ركبوا العربات دي مشوا افضل، والله افضل. يحرروا المدن دي ونخلص من الموضوع ده يا اخي. ما ممكن يا اخي نحن كل يوم القائد الفلاني مات، الشبلي الفلاني مات، ليه؟ ليش؟ وكل الهدف منه الأس بتاع المشكله الحقيقيه هو المواطن اللي انت قاعد تقدم له الخدمات دي. ما تقدم له خدمات يا زول، ما في حكومه، ما في دوله، ما في اي شيء. نحن الان في ظل دوله اصلا ما تقدم لاي مواطن اي حاجه. مش اي منطقه فيها صراع ما تقدم لها كرسه. طيله ما اتحسمت كلها الولايه ببكره ابيها، معناه انت في طوابير حوالينك. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. يعني رغم انه كلامنا ده زي ما قال هنغار يمكن من جروبه ده ما طالع، لكن بجد في حاجات بتفقع عن مرار، لانه القضيه اكبر من كده. الناس دي طال انت بتدافع عن نفسك، خلاص خليك تدافع عن نفسك. المواطن ده انت ما مسؤول منه، ما عندك علاقه بالمواطن يا زول. بعد تحسن فوضتك دي بعد ذاك شوف محل المواطن وين.